نجم الأهلي يحذر الزمالك بسبب أحمد فتوح، وتحذير شديد اللهجة من أخبار الزمالك اليوم. الإعلامي الأهلاوي نجم الأهلي السابق مجدي عبد الغني تحدث خلال تصريحاته الأخيرة عن كل ما يقال عن رغبة الأهلي في ضم أحمد فتوح نجم وظهير أيسر نادي الزمالك. أحمد فتوح اللي ارتبط اسمه مؤخرا بفكرة الانتقال للأهلي، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم القادم. يعني أحمد فتوح بيحق له التوقيع لأي نادي آخر في يناير القادم ومجانا. ومع انتشار ظاهرة الكباري والحديث عن عرض يوناني لأحمد فتوح، بدأ القلق بيدخل على جمهور الزمالك من تكرار تجربة أفيس البرتغالي لكهربا وميتلاند الدنماركي لإمام عاشور. مجدي عبد الغني وعبر تصريحاته الأخيرة قال كلام يخوف بخصوص أحمد فتوح، حيث أكد مجدي عبد الغني إن في رغبة قوية داخل الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح. ليه بقى في رغبة قوية داخل الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح؟ الأهلي عايز يدعم جبهته اليسرى بلاعب مميز في ظل إن علي معلول بيتقدم في العمر ولا بد من إيجاد بديل له. وأحمد فتوح زي ما كلنا عارفين وكل مصر عارفة بيعتبر أفضل لاعب في مركز الظهير الأيسر داخل مصر. وأكد مجدي عبد الغني إن الأهلي لو نجح في التعاقد مع اللاعب سيكون إضافة قوية وكبيرة للأهلي. وتبقى كلمة وتحذير ورجاء وطلب من أخبار الزمالك اليوم. كل الكلام بخصوص أحمد فتوح من الآخر يخوف. لازم يا جماعة نلحق نجدد العقد واللاعب معانا، لأن كل يوم بيمر ممكن يكون بيصعب الأمر على اللاعب وعلى النادي. مش لازم أعتمد إن اللاعب معايا وممكن أجدد له في أي وقت، لأنه لو اتفق ومضى وقبض فلوس هيبقى خلاص اللعبة خلصت. ده مجرد تحذير.